بعد ما شفنا الأحداث المريرة التي حدثت في شيبويا وسفك الدماء وإزهاق الكثير من الأرواح على يد سكونة في الموسم الثاني، تعالوا نشوفوا ايه اللي مستنينا في الموسم الثالث. بس قبل ما نبدأ اصحى وفوق للكلام وانزل حط اللايك والكومنت التمام، واستعدوا للقتال والإبداع، فهنا تبدأ أعظم الأحداث بلا انقطاع. بيبدأ الأنمي بعشيرة زينين وهم بيفكروا من سيصبح رئيس العشيرة القادم، وبنشوف الست دي وهنتعرف عليها بعدين، ومعاها شخص جديد مغرور وبيسألها وبيقول لها يعني ما هي اللي ماتت، فبترد عليه وتقول له في حاجات أهم تقلق بخصوصها زي رئيس العشيرة مثلا، وإن في الأصل ماكي هي اللي كانت هتموت. فبيقول لها ماكي فتاة جميلة ولكنها لا تدعم أي رجل وتستحق الموت. بيدخل على كبار عشيرة زينين اللي هم أوجي زينين وجينيتشي زينين، وبنعرف إن الواد الأصفر ده اسمه ناويا زينين مستعمل جيجيتسو من الدرجة الأولى الخاصة. بيقولوا له اتأخرت ليه يا فالح؟ فبيقول مش فارقة، لأن في كل الأحوال أنا من سيصبح رئيس العشيرة القادم شئتم أم أبيتم، وده بسبب إن إخواتي شوية أغبياء ملهمش قيمة. وبيقول لعمه حتى أنت أخوه الصغير ولكنك لم تتأثر بمرضه، وكده كده بناتك بره الحزب. وبيقول لجينيتشي شكلك يقطع الخميرة من البيض، وكان هيبقى أحسن بكتير لو كنت شبه توجي. وكان هيكمل اسطوانة الردح بتاعته، ولكن أوجي مسك السيف وقام عليه وكان هيطير راسه، ولكن ناويا مسك إيده بكل برود على آخر لحظة. وبنعرف إن والد ناويا هو رئيس العشيرة السابق. وفي تلك اللحظة بيدخل عليهم شخص عجوز قصير وبيبلغهم إن رئيس العشيرة مات منذ لحظات، وإنه سيقوم بقراءة الوصية التي أوصى بها رئيس العشيرة قبل وفاته، ومحتواها كالآتي. اسمع كده بقى: هيتم تعيين ناويا زينين رئيس العشيرة 27، وبالتالي كل الأصول بما فيها الأدوات الملعونة هتبقى تحت إيده، ولكن يجب موافقة أوجي زينين وجينيتشي زينين قبل استعمالها. الواد بيجز على أسنانه ومش عاجبه الكلام. طب خد التقيلة: وفي حالة موت جوجو ساتورو أو هبت منه سيتم تنفيذ العهد مع ميجومي، ألا وهو هينضم للعشيرة وسيعين رئيسا عليها، وبالتالي هتتنقل له كل الأصول. طبعا الواد الأصفر ده كبرياء اتجرح وما كانش مصدق اللي بيسمعه، وبيقول بقى حتة عيل عايزين يخلوه رئيس للعشيرة. وبيسأل طنط عن ميجومي وبتقول له إنه في طوكيو بيدور على وعاء سكونة، وقال لها قولي لكبار العشيرة إني رايحة أقتل وعاء سكونة، بما إن ميجومي مع إيتادوري فأنا هخلص على الاتنين. وبعد كده بنروح لإيتادوري وهو قاعد حزين وبيفتكر أحداث شيبويا المريرة. فتشوسو بيقول له ما تقلقش عليا وارجع لثانوية الجيجيتسو، ولكن إيتادوري بيقول له إنه عنده إحساس إن سكونة قوته ازدادت، خصوصا بعد ما أكل عدد كبير من الأصابع، وإنه ندمان لأن في ناس كتيرة اتقتلت بسببه. بيقول له انا خلصت على اخواتك، هو انت متقبل ده ازاي يا عم انت؟ فتشوسو بيقول له ده كان مجرد حادث ومسامحتك من عدمها مش هتغير حاجه. بعد كده الاتنين بينطلقوا في المدينه وبيحاولوا يخلصوا على اكبر عدد من اللعنات، وبنلاحظ ان ايتادوري انطلق مسرعا وخلفه عدد كبير من اللعنات عايزه تخلص عليه، وبيكسروا الجسر اللي ايتادوري كان بيجري عليه، وبينط مسافه كبيره وبيقتل احدى اللعنات الطائره. وفي نفس اللحظه في لعنه ضخمه بتمسكه وبتطير بيه، ولكن بيقتلها بايد واحده. بعد كده بيطلع يجري وكم مهول من اللعنات تقوم بمطاردته وتريد القضاء عليه. هم حالفين ولا ايه؟ ولكن الولد طلع نصح وكان عامل لهم فخ في النفق، وتشوسو كان لهم بالمرصاد وقام بقتل جميع اللعنات بتقنية نسل الدم. وفجأة بتظهر لعنة عملاقة خلف تشوسو حرفيا كانت هتبطط، ولكن إيتادوري بسرعة خلص عليها بإيد واحدة. وتشوسو بيقول في نفسه إن يوجي بقى عنده تحكم ثابت في طاقته الملعونة وقوته البدنية استثنائية. وفجأة بيظهر ناويا وبيسألهم عن مكان ميجومي، بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا ليه مش بتحاولوا تهربوا حتى؟ ويتادورو بيقول له نهرب ليه يا عم انت؟ فبيعرفوا ان اتحكم عليه بالاعدام وانه فقد حماية جوجو. وتشوسو بيتعصب من اللي بيسمعه، ويتادورو بيفتكر كلام شخصي انه بسبب تأثير جوجو نجا عدد من مستعملين الجيجيتسو. وناويا بيقول له ان عايز ميجومي عشان يخلص عليه، ومش فارق معايا اذا كنت انت عايش ولا ميت، ولكن هكسر رجليك الاتنين حتى لا تحدث المزيد من الخراب في المدينة. وفي تلك اللحظة بيظهر ناويا بجانب إيتادورو ويقوم بضربه، وتشوسو بيفقد صوابه وبيهجم على ناويا، ولكن الآخر أمسك به وأوسعه ضربا مبرحا يمين وشمال ومخلاش في الولا حتة سليمة بيد واحدة وضربات متتالية. كم أنت مغرور! وإيتادوري بيقول إن الواد ده سريع بطريقة غريبة، وتشوسو بيقول له يمكن ده بسبب تقنيته. ناويا بيقول لهم ايه ده انتوا طلعتوا جامدين بقى، انا استخفيت بيكم ولا ايه؟ وفي وسط المفرمة دي فجأة حاجة غريبة بتحصل ويعم الصمت ويصدم الجميع بظهور جلاد إيتادوري يدعى أوكوتسو، وهو طالب في السنة الثانية ومستعمل جيجيتسو من الدرجة الخاصة زي جوجو ساتورو بالظبط. وتشوسو حاسس ان الشخص ده بيستهدف إيتادوري، وبينزل لهم على مبنى وبيدمروا، وبيسألهم علاقتهم ايه بإيتادوري. فناويا بيجيب ورا وبيقول له اهدى يا معلم انا في صف. وفي تلك اللحظة تشوسو بيقول لإيتادوري يلا يا صاحبي نخلع من هنا قبل ما الدنيا تتقلب فوق دماغنا.
وبيقول له الواد الاصفر ده سريع ومخادع، سيبهولي انا هعطل. وناويا بيطلب من اوكوتسو ان بعد ما يقتل ايتادوري يأجل الابلاغ لانه عايز يستخدمه كطعم للامساك بميجومي. وتشوسو بيقول لايتادوري انت هدفهم وانه لازم يهرب من اوكوتسو لانه قوي جدا زي جوجو ساتورو وانه ممكن يقتله. وفي اللحظه دي ناويا بينتابه القليل من الندم لانه جاب سيره ميجومي قدام اوكوتسو، واوكوتسو بيوافق على عرض ناويا، وايتادوري اخد ديله في اسنانه وطلع يجري، ولكن اوكوتسو كان سريع جدا ولحقه. بنرجع لناويا وهو بيقول لتشوسو ان ده تلاعب بالدم مش كده، بس انا مش فاهم انت حصلت عليه ازاي، وان تقنيتك دي ما يتقلقش منها باستثناء الدم الساقط، وانت فاهم الباقي. كش مالك خلاص. ومن ناحية أخرى بنلاقي اوكوتسو مسك ايتادوري وعلى وشك إنه يخلص عليه، ولكن ايتادوري بيفلت منه على آخر لحظة وبيهجم على ايتادوري تاني بالسيف وعايز يقطعه، ولكن ايتادوري بيتفادى ضربات السيف المتتالية يمين وشمال وبيخرج بره المبنى خالص. وبيقول في نفسه حتى لو هو ما عندهوش قوة جسدية فهو عنده كمية هائلة من الطاقة الملعونة، وإن اوكوتسو بيعوض نقص القوة الجسدية بالطاقة الملعونة. واوكوتسو بينزل له بشياكة من على المبنى وبيقول له إنه عنده طاقة ملعونة أكتر من جوجو ساتورو، ولكن جوجو عنده العيون الستة ومش بيخسر أي طاقة لما بيستعمل تقنيته. وبعد كده بيهجم على ايتادوري بالسيف وكان هيقسمه نصين، وايتادوري بيفتكر كلام صديقه تودو، وبنعرف انه كلما كان مستعمل الجيجيتسو افضل زادت الصعوبة في قراءة طاقته الملعونة، وانه كوتسو طاقته الملعونة بتتصاعد من جسمه كله بما في ذلك السيف. وكوتسو بيوجه لكمة لوجه ايتادوري وفجأة بيخرج من جسده كوتسو الطاقة الملعونة وبتحيط بيه من كل الاتجاهات، وايتادوري نفس الشيء. وايتادوري بيفتكر نانامي وبيعتذر لأوكوتسو وبيقول له انه مش هينفع يموت دلوقتي. وكوتسو بيهجم على ايتادوري للمرة المليون وعمال يقطع في أي حاجة تيجي قدامه، وايتادوري بيجري وينط جوه عربية وبيلاقي سكينة، وبيفتكر كلام جوجو إن في ناس بتركز على استخدام السلاح ولكن ما ينفعش تعتمد على أداة ملعونة وتهمل التلاعب بالطاقة الملعونة. وايتادوري بيستخدم السكينة وبيصد بيها السيف، وكوتسو بيقول له أنت كل تركيزك يا صاحبي على السيف، وبيديله رجل في بطنه. وايتادوري بيقوم ويهجم على اوكوتسو وبتتكسر السكينة والسيف وبيتجرح في جنبه، وكوتسو بيقول له أنا كنت عارف إن الموضوع مش هيخلص معاك بالسهولة دي. وايتادوري بيهجم على اوكوتسو للمرة التانية، ولكن فجأة وفي تلك اللحظة بيظهر خلف ايتادوري مخلوق غريب وبيمسكه. ايتادوري مصدوم ومش فاهم حاجة والمخلوق بيكتفه وبنعرف إنها تسمى ريكا. وكوتسو بيمسك سيفه المكسور ويقترب ببطء ويقوم بطعن ايتادوري في قلبه ويعتذر له. على ما تعتذر يا صديقي؟ لأنك قبلت بالظلم لإرضاء بعض العواجيز ألا وهم كبار الصحراء؟ بنشوف ناويا وهو بيطلع يجري وبيلزق تشوسو في الحيطة ونازل فرمي فيه، ووابل من اللكمات ينزل على وجه وجسد تشوسو وبسرعة رهيبة وحرفيا عملوا كيس ملاكمة. وتشوسو بيقول إن ناويا سريع جدا ومش عارف يحدد إيه نوع تقنيته دي، والولا مش ملاحق حرفيا ياخد نفسه عشان يدافع عن نفسه حتى يستخدم تقنية الدم الثاقب. وناويا بيضرب تشوسو ومن كتر قوة الضربة الحيطة بتتكسر. ناويا المتعجرف بيقول له أنا مش عارف إيه سبب الإصرار اللي عندك ده. تشوسو بيقول له عشان أنا أخ ال10، وبيفعل تقنية المقياس الأحمر المتدفق. وناويا بيقول له بس دي مش إجابة عن سؤالي، أنا بسألك عن سبب قوتك الجسدية وتقنيتك الغريبة دي. وعمال يتنطط على رجل واحدة زي اللهبل. وفجأة ناويا بيختفي من المكان في لمح البصر وبيظهر مرة تانية، وتشوسو بيوجه لكمة لناويا ولكن تفاداها. وناويا بيقول في نفسه إن تشوسو بقى يواكب تحركاته وهجم على تشوسو بالسكينة وطعنه في بطنه. وناويا بيقول فهمت تقنية المقياس الأحمر المتدفق، مش كده برضو؟ انت بتركز كل قوتك في عضلات عينك عشان تعزز القدرة البصرية الديناميكية. والله الواد ده طلع مش سهل خالص. وبيقول له أنا كنت عامل حسابي من الأول وعارف إنك ممكن تستخدم التقنية دي، إصرارك ده خلاني أستعمل السلاح، وبما إنك بتعرف تتحكم في الدم فإيقاف النزيف مش مشكلة بالنسبة لك، وخلينا نشوف لحد إمتى هتقدر تقاتل. وتشوسو بيقول له أنت عامل حسابك دايما ها؟ وناويا بيقول له خليها سر ما بيننا. وبصراحة أنا شايف الموضوع مثير للشفقة. مستعملين الجيجيتسو يحملون أسلحة ولا يستطيعون الفوز إلا بها، وعددهم كبير، حتى إخواتي الأكبر مجرد خنازير بلا فائدة، ومش قادر أصدق إنهم كانوا بيلوموا توجي. وتشوسو بيقول له شكلك بتكره إخواتك فعلا. فبيقول له أيوة أنا بكرههم، دول لازم يشنقوا نفسهم ويموتوا. وتشوسو بيقول له ممكن بسبب اخواتك اللي مش عاجبينك دول اصبحت ما انت عليه الان. وناويا بيقول له كلامك خلاني اشمئز، اخوات مين دول فلاحين؟ فتشوسو بيديله درس أدب وأخلاق وبيقول له سواء كان الأخ الأكبر كفء أم لا فهيفضل القدوة لإخواته الأصغر. وبيقول له أنت سألتني عن سبب إصراري مش كده؟ الإجابة لأني ما عنديش قدوة، أرتكب الأخطاء مرارا وتكرارا ولازم أسبق إخواتي الأصغر عشان كده أنا قوي. ونلاقي إن دم تشوسو ملا المكان بالكامل وكأنه فيضان من الدماء. وناويا بياخد ديله في أسنانه وبيطلع يجري، بيقول في نفسه إزاي عايش لحد دلوقتي بعد ما فقد هذا القدر من الدماء. وبنعرف ان تشوسو هجين بين اللعنة والإنسان ويسمى أرحام لوحات الموت، يملك قوة جسدية فريدة من نوعها،
وبيحول الطاقة الملعونة لدم بكل سهولة، ومادام في طاقة ملعونة فمش هيقتلوا فقدان الدم. وتشوسو بيستخدم تقنية مصل الدم، ولكن ناويا بيتفاداها وبيقول في نفسه انه حاسس ان رجله تقلت بسبب كمية الدم اللي موجودة في الارض. وتشوسو بيقول له انت عارف الباقي، كش ملك. وناويا بيقول له هنشوف. ما انت هتشوف فعلا. وبنعرف ان ناويا بيملك تقنية تتبع الحركات التي انشئت مسبقا بمعدل 24 حركة في الثانية، وبيقول لو هو ده كل اللي عندك عشان تعطلني فاللي عندي بقى لسه مخلص. وبيهجم على تشوسو وبيقول في نفسه هو واقف مكانه بيعمل ايه. وبنلاقي تشوسو بيلم كل نقطة دم بتقنيته، وبنعرف انه كان بيتدرب على التقنية دي لمدة 150 سنة، ودي تعتبر تقنيته الأصلية. وبيخلي كل نقطة دم شبه الرصاصة وبيطلقهم جميعا في نفس الوقت على ناويا. دعونا نستمتع بلحظة انكسار غرور ناويا. وتشوسو بيقول له أو ما تدري من أنا، جئت لقتل أخي فسلطت عليك فصرعتك. وبيقول له صراحة أنا مش بفهم الناس اللي مش بتحب إخواتها. وكان على وشك إنه يخلص على ناويا ويريحنا، وبيظهر أوكوتسو خلف تشوسو، وقبل ما يقول كلمة راح عطاله بوكس لزقه في الحيطة، وبيجر إيتادوري من لبسه بعد ما قتله. وأوكوتسو بيقول لناويا يبدو أنك مررت بوقت عصيب. وناويا بيقول له لا تنظر إلي بازدراء، ويخرج من فمه الكثير من الدماء. وبيقول في نفسه مستحيل ده يكون سم، ولا حتى بسبب التقنية، وإن الدم اللي استعمله أصلا مش لإنسان، وإن جسمه بيرفض الدم الغير بشري ده. وكوتسو بيقول له أنا تقنيتي الملعونة العكسية قادرة على الشفاء، وأنا أقدر أساعدك بكل سهولة، ولكن بشرط في المقابل هتبلغ القادة عن موت إيتادوري. وبعد كده بنروح لإيتادوري وبيقوم عادي ولا كأن حاجة حصلت. وكوتسو قاعد قدامه بيبص له بحذر، وفجأة بيضحك وبيقول له يوكاتا. وإيتادوري مصدوم من اللي بيحصل وبيقول له جوجو طلب مني إني أهتم بيك، فاضطريت امثل بدل ما يتم تعيين جلاد تاني، وعقدت عهد بيلزمني بقتلك عشان يتم الاعتراف بيا كجلاد من قبل القادة. وبيعتذر لإيتادوري على اللي حصل، وإيتادوري بيقول له طب ازاي انا لسه عايش. فوكوتسو بيقول له تقنية اللعنة العكسية، انا عالجت قلبك فورا في اللحظة اللي وقف فيها. انا قلت انها هتنجح لانك مريت بحاجة زي دي قبل كده، ودي المرة التانية اللي بيتم فيها تزييف موتك. ممكن الموضوع يتكشف بعدين، ولكن لازم نتعامل الفترة دي على اساس ان حكم اعدامك تم تنفيذه. وإيتادوري بيقول له انت بتعمل كل ده عشاني ليه؟ فأوكوتسو بيقول له لان الاشخاص الذين اهتم لامرهم يهتمون لامرك، وسبق وحملت قوة تفوق قدرتي بكثير، لكن القوة التي كنت اظن انها فرضت علي كانت شيئا جلبته لنفسي. اما انت العكس تماما، القوة التي تحملها ليست ملكك، دي مش غلطتك. وإيتادوري بيقول له انا قتلت ناس. ميجومي طلع لنا، كان فين هذا الميجومي؟ وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ احنا لازم نرجع لثانوية الجوجيتسو، الحاجز اللي حوالين المدرسة بقى ضعيف، وطالما محدش هيشوف وشك فمفيش مشكلة اننا نرجع بسرعة. وإيتادوري بيقول له ما تتكلمش وكأن مفيش حاجة حصلت، انا قتلت ناس ابرياء. فميجومي واقف بيفكر كده وبيقول له يا ابني نحن لسنا ابطالا، نحن مستعملين الجيجيتسو. وإيتادوري بيقول في نفسه مش هو ده اللي كنت اقصده، وانه لو فضل جنبه ميجومي هيعاني طول عمره. وبيكمل كلامه وبيقول لازم تفضل ثابت وتستمر بمساعدة الناس، وابدأ بإنقاذ إيتادوري. وبيقول له ان في لعبة تسمى لعبة الاعدام مؤسسها هو نوريتوشي كامو، وهي عبارة عن لعبة قتل بتجبر مستعملين الجيجيتسو انهم يخلصوا على بعض، وان في بنت اسمها توسوميكي اتجرت للعبة الاعدام دي. وبيترجى إيتادوري وبيقول له احنا محتاجين قوتك. وإيتادوري بيقول لأوكوتسو ان سكونا بيخطط لاستغلال ميجومي، وفي شيبويا لما سيطر على جسد إيتادوري خلاه يبلغ 15 صوبع دفعة واحدة، وحتى لو بلغ ال5 صوابع الباقيين مش هيسمح له يستولي على جسمه تاني، ولكن لو حصل واتبدلت مع سكونا لا تتردد بقتله. وأوكوتسو بيقول له انا هعمل كل اللي اقدر عليه. وبيقول لميجومي انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ وبيقول اولا نرجع لثانوية الجيجيتسو ونتواصل مع تنجن سما ونعرف ازاي نرفع عالم السجن، ونعرف نوريتوشي كامو عايز ايه بالظبط وبيخطط لايه. وأوكوتسو بيقول المشكلة في حاجز الإخفاء الخاص بتنجن، ما بين من أكتر من 1000 باب بيتبدلوا باستمرار، باب واحد بس هو اللي بيوصل لمقابر ممر النجوم، وده المكان اللي قاعد فيه تنجن. وإيتادوري بيقوم ويعتذر لميجومي وبيسأل عن كوجيساكي، ولكن ما بنعرفش ميجومي رد قال ايه، ولكن إيتادوري بيشد على ايده. وفجأة بيطلع تشوسو وبيقول لهم حاجز الإخفاء ده ممكن نتعامل معاه، قصدك ايه يا تشوسو؟ بيكمل كلامه بيقول ان ماهيتو سرق أصابع سكونا وأرحام لوحات الموت، مش كده برضو؟ سنفعل الشيء نفسه. وبيرجعوا مدرسة الجيجيتسو، وماكي بتقول لإيتادوري مر وقت طويل من ساعة ما شفتك آخر مرة. وأوكوتسو بيقول لها انت ما ينفعش تتحركي دلوقت،
فبتقول له أنا زي الفل مفيش حاجة. والبنت أم شعر أصفر دي بتقول إن حروق ماكي كانت شديدة، ولكن ماكي قوية جدا وصلابة الجسد هي الوحيدة الفاصلة بين الحياة والموت، ومؤسف جدا اللي حصل لرئيس العشيرة. وماكي بتقول لها مش فارق معايا أصلا، وبتسأل ميجومي عن حاجز تنجن، وتشوسو بيقول أنا هشرح لكم، وبيقول الطريق اللي بين الأبواب ومقابر ممر النجوم في مخزن مدرسة الجيجيتسو بتحفظ فيه الأدوات والأشياء الملعونة، وكمان موجود بقايا إخواتي نورانسو، شوسو، تانسو، سانسو، كوتسو، شوسو، حتى وهم جثث، ومع اجتماع 6 منهم فإن الأثر الثانوي لتقنيتي سيسمح لي باستشعار وجودهم. ماكي بتقول كلام جميل زي الفل، ولكن مين ده بقى؟ فإيتادري بيقول في الوقت الحالي ده يبقى أخويا. وتشوسو حرفيا كان هيموت من الفرحة لما يوجي قال كده، وبيدخلوا من البوابة، ولكن تشوسو واقف قدام المخزن اللي فيه اخواته وبيوعدهم إنه هيرجع لهم مرة تانية، وبيظهر آثار دم قديمة على الأرض. وإيتادري بيسأل عن اللي حصل هنا. البنت اللي شعرها أصفر بتقوله إن في حادث حصل قبل 12 سنة، ومن وقت الحادث ده كل حاجة اتغيرت. ويتقدم الجميع للقاعة الرئيسية، وإيتادري بيقول المكان فاضي تماما. هو بتقوله البنت اللي شعرها أصفر إننا مرفوضين، وكوتسو بيقول يلا نرجع عشان الوقت بيخلص بالنسبة لتسوميكي، وبيلفوا عشان يمشوا، ولكن بيظهر تنجن وبيرحب بيه، وبيصدم الجميع من ظهور تنجن، وبنعرف إن البنت دي اسمها يوكي. وبيقول لهم إن كينجاجو اللعنة اللي ساكنة جسد جيتو هو كان في الأصل مستعمل جيجيتسو واسمه نوريتوشي كامو. وإيتادري بيقول هو ده بقى البركة بتاعنا بالجلابية البيضة والوش اللي عامل شبه المستطيل ده. فالبركة بيقول له أنا خالد، ولما يبقى عندك 500 سنة زي كده هتلبس نفس الجلابية البيضة دي، بس لما فشلت في الاندماج مع وعاء البلازما قبل 12 سنة بقى عمري بيجري أسرع. فميجومي بيقول له إحنا عايزين نعرف الواد كينجاجو ده عايز إيه وإزاي نفتح بعض السجن. فالبركة بيقول له ماله، ولكن في شرط 2 منكم هيقعدوا يحرسوني هنا، لأن كينجاجو ممكن يبلعني في أي لحظة. وبتظهر خريطة 3D لليابان بالطاقة الملعونة، وبيشرح لهم الكارثة. بيقول لهم الواد كينجاجو ده عايز يخلي كل سكان اليابان مستعملين جيجيتسو. وميجومي بيقول له ما هو لو كان عايز يعمل كده فعلا ليه ما استعملش تقنية التحول بلا مجهود بتاعت ماهيتو. فالبركة بيقول له لأنه كان ناقصه طاقة ملعونة بكمية كبيرة جدا، وبعدين تحويل فرد ليس فعال تماما، عشان كده اختار انه يدمج البشر معايا. فتشوسو بيقول طب انت شخص واحد هتندمج مع كل الناس دي كلها ازاي؟ فبيقول له انا بقدر اندمج مع اي حد غير وعاء بلازما، بالاضافة اللي واقف قدامكوا ده مش حقيقتي، انا اتطورت وبقيت روحي في كل مكان، ولو خرج فرد واحد عن السيطرة هينتهي العالم، واللي حصل في شيبويا هيتعاد بس على نطاق عالمي. وماكي بتقوله يعني كل القوة اللي عندك دي مش هتقدر على كينجاجو وترفض الاندماج وخلاص؟ فالبركة بيقولها بعد ما اتطورت بقيت أشبه باللعنة أكتر من إنسان، لذلك سهل جدا استهدافي بالأرواح الملعونة. بيتصدم الجميع من اللي قال، ويوتا بيقوله عشان كده عايزنا نحرسك. فبيقوله كينجاجو في المرتبة التانية من بعدي في تقنية الحواجز، وما عنديش فكرة الواد ده هيكسر ختم مقابر النجوم امتى ولا مشرف هنا. فيوكو بتقوله اشمعنى كل العك ده بيحصل دلوقتي؟ فبيقولها لان انا ووعاء البلازما والعيون الستة مرتبطين ببعض، وزمان كان في مستعمل جيجيتسو عنده العيون الستة ووقف كينجاجو عند حد، وفي المرة التانية الجاحد قتل وعاء البلازما وحامل العيون الستة أول ما اتولد. وبعد كده ظهر شخص آخر يحمل العيون الستة، ولكن كينجاجو غير استراتيجيته وركز على الختم ودور على بعد السجن بدل ما يقتله. ولكن قبل 12 سنة حصل شيء غير متوقع، ظهر توجي ودمر خطة تنجن في الاندماج مع وعاء البلازما، وظهر جيتو والمعلم ده كان قادر على التلاعب بالأرواح الملعونة، وكينجاجو حصل على بعد السجن وكل حاجة كانت جاهزة بالنسبة له. وتشوسو ويوكي بيقرروا انهم هيحرسوا تنجن، وبعد كده تنجن بيطلع لهم بوابة عالم السجن الخلفية، ودي بوابة تانية لنفس الختم اللي جواها جوجو، ولكن ملهاش لازمة لأن من يمتلك البوابة الأمامية وهو كينجاجو فهو المتحكم، وعشان يفتحوا البوابة دي محتاجين أدوات ملعونة، ولكن جوجو دمرها كلها. ولكن في بنت في لعبة الإعدام اسمها هانا كروسو وتلقب بالملاك، ودي تقنيتها الملعونة قادرة على إطفاء أي تقنية ملعونة، هي موجودة في مستعمرة شرق طوكيو. وتنجن بيقول لهم في 10 مستعمرات في اليابان ومرتبطين ببعض بحواجز مصممة لنقل شعب اليابان إلى الجانب الآخر. والغريب إن منطقة هوكايدو مستبعدة لأنها أرض مقدسة، ممكن تكون فكرة نقل البشر للجانب الآخر أو تطورهم فكرة مبالغ فيها، لكن جميع من في اليابان لعن كتجهيز للاندماج، والطقس هياخد حوالي 2 شهر عشان يكتمل. وبدأوا يراجعوا قواعد اللعبة. القاعدة الأولى دخول المصيدة، أي لاعب لازم يعلن عن مشاركته في اللعبة خلال 19 يوم، وبما إن إحنا في اليوم التاسع الساعة 9 واللاعبين صحي يوم 31 يبقى عدى 10 أيام، وبكده تسوميكي أخت ميجومي قدامها 10 أيام قبل ما يتم إعدامها. القاعدة التانية أي لاعب هيخالف القاعدة الأولى تقنيته هتتحذف، ولكن ماكي بتقول إن دكتور شوكو كان عندها نظرية لأنها حاسة إنها مش مجرد حذف تقنية بس، ده هيعمل حاجة للدماغ جبرا وهيؤدي للموت.
ولكن تنجن بيطمنهم وبيقول لهم محدش فيكم عنده تقنية أصلا. القاعدة التالتة أي حد هيدخل أي مستعمرة هيعتبر مشارك رسمي، والمدنيين اللي جواها من الأول ليهم فرصة يخرجوا. القاعدة الرابعة والخامسة بعنوان تعالى خلص عليك عشان اخد النقط بتاعتك. وقيمة كل لاعب بيحددها سيد اللعبة، لو قتلت لاعب هتحصل على 5 نقاط، ولو قتلت شخص عادي هيساوي نقطة واحدة فقط. وميجومي بيسأل عن سيد اللعبة ده مين، فتنجن بيقوله إن كل لاعب بياخد شيجيجامي يسمى كوجاني، وده بيعتبر واجهة اللعبة، ولكن سيد اللعبة اللي بيدور الليلة دي كلها ورا الكواليس هو سيد اللعبة. القاعدة الستة والسابعة هي إن كل لاعب يقدر يصرف 100 نقطة عشان يضيف قاعدة جديدة، وسيد اللعبة هيقبلها بكل صدر رحب طالما مش هتوقف اللعب. والعيال فكروا إن هي دي الطريقة الوحيدة عشان يقدروا ينقذوا بيها توسوميكي والناس الأبرياء. القاعدة التامنة لو نقاطك متغيرتش باستمرار لمدة 19 يوم تقنيتك هتتحذف وبالتالي هتموت. بعد ما تنجن عطاهم الزتونة، ماكي بدأت توزع الأدوار. أولا تشوسو ويوكي هيفضلوا مع تنجن لحراسته من كينجاكو. ماكي هترجع لعشيرة زينين عشان تلم كل الأدوات الملعونة، بما إن ميجومي بقى رئيس العشيرة فالموضوع هيبقى أسهل بكتير. وإيتادري ما كانش مصدق إن ميجومي بقى رئيس للعشيرة، ولكن ميجومي قال له هشرح لك بعدين. ويوتا قال إنه هيشارك في لعبة الإعدام على طول. أما إيتادري وميجومي لازم يدوروا على شخص اسمه كينجي، ده طالب في تالتة ولازم يقنعوه ينضم ليهم. ويوتا بيقول لهم إن الواد ده بمزاج، ولكن لما بيتحمس بيبقى أقوى مني بكتير. وجت لحظة الوداع وإيتادري شكر أخوه، وتشوسو كان بيحاول يداري دموعه. بعد كده بنروح للاعب جديد سوهونا، ويكون في نادي كوميدي اسمه تاكابا، ولكن كوميديان فاشل والناس مستثقلة دمه. وفي لحظة حس انه في المكان الغلط، وكلام صاحبه اكد له انه لازم يشوف شغلانة تانية. وماكي بترجع لعشيرة زينين لعيلتها اللي بتكرهها، والهدف الوحيد من رجوعها تلم الادوات الملعونة. واول ما دخلت لقت في وشها الواد الاصفر ده، وبدأ يتنمر عليها وعلى شكلها وبيقول لها انت ما بتعرفيش تستخدمي الجيجيتسو ولا بتشوفي الارواح الملعونة، هتفضلي ماشية في ديل يوتا وميجومي لحد امتى؟ وماكي ما عبرتوش وسابته ومشيت، وكل تفكيرها في الانتقام من العيلة القذرة دي. ونزلت على المخزن على طول. وهنا بنرجع فلاش باك وبنعرف ان ماكي هي القائد الحقيقي، وهي اللي تستحق رئاسة هذه العشيرة، لكنها هي اللي اقنعت ميجومي واصرت عليه وقالت له ان دي هي الطريقة الوحيدة عشان يعرف معلومات اكتر عن العائلات الثلاثة الكبرى والمقر الرئيسي. وميجومي اقترح عليها انها تبقى رئيسة العشيرة، ولكنها رفضت وقالت له العيلة القذرة الذكورية دي مش هتسمح بكده. بعدين ما انت يا ابني عندك تقنية الظلال العشرة وقدرت تفعل المجال، وما عملتش كده مش هنقدر ننقذ توسوميكي. وبنرجع للحاضر وبنشوف ماكي وهي متجهة للمخزن، وبتقابل امها الست المهزومة المستسلمة لظلم العيلة القذرة، وصرخت في ماكي وعايزاها ترجع للعيلة المعفنة دي تاني. وماكي ما عبرتهاش كالعادة، وكملت طريقها وفتحت المخزن بالمفاتيح اللي معاها. ولكن الصدمة ان المخزن كان فاضي، واوجي زينين والدها كان قاعد جوه. لا انا كنت متوقع الحركة دي منك. وبنلاقي ماي على الارض وغرقانة في دمها. وبنروح لجينيتشي وناويا وهما بيخططوا عشان يخلصوا من ميجومي وماكي وماي بصفتهم خونة، لأن المقر الرئيسي قرر إن جوجو ساتورو شريك في حادثة شيبويا، وتم طرده من مجتمع الجيجيتسو، وأي محاولة لتحريره من ختمه تعتبر جريمة. وأوجي زينين أثبت بجدارة إنه إنسان قذر، وقرر إنه يقتل بناته بنفسه. وماكي سحبت أداتها الملعونة عظم التنين، وبدأت المعركة بين ماكي ووالدها. وأوجي فعل تقنية شعور الزهرة المتساقطة وهجم على ماكي بشراسة، ولكن سيفه ما استحملش قوة سيف عظم التنين واتكسر. وبعد كده حول سيفه المكسور للهب حارق وهجم على ماكي وجرحها في بطنها وعينيها. وبتسقط ماكي غرقانة في دمها، وبيشيلها ذنب إنه ما وصلش لمنصب رئيس العشيرة بسببها هي وأختها. وفي مشهد مؤلم قاسي أوجي بيجر جثث بناته الاتنين كما أنت قذر عديم الرحمة. كل هذا من أجل إثبات ولائك والحصول على منصب لعين. وبعد كده بيوصل بيهم لحفرة عبارة عن غرفة للتدريب والعقاب، ومليانة بعدد مهول من اللعنات من الدرجة التانية وأقل، وبيرميهم من على السلالم عشان اللعنات تلتهمهم. وبيقول لماكي قوتك اللي عندك دي أقل واحد فينا بيمتلكها، وبيمشي ويسيبهم بكل قسوة. ولكن المفاجأة ماي كانت لسه عايشة وبتروح لماكي، وبتعرف إن لسه قلبها بينبض، وأدركت إن توأمها مش هتتهزم أبدا، وكانت عارفة إن اليوم ده جاي. وفي مشهد مؤثر ماي بتعمل إنعاش لماكي وقررت تضحي بنفسها. وفجأة روح ماكي بتتنقل لمكان كأنه حلم، ولقت نفسها نايمة جنب ماي على شاطئ البحر. وماي بدأت تشرح لماكي إنها تستخدم تقنية التكوين عشان تصنع لها حاجة أخيرة، وإنها هتموت فورا لأنها مصابة. سابت ماكي ومشت باتجاه البحر. وبنعرف إن التوأم في مجتمع الجيجيتسو بيعتبروا نحس، لأنهم بيتعاملوا على أساس إنهم شخص واحد، وطالما ماي عايشة فماكي مش هتوصل لقوتها الكاملة.
لأن ماي عندها طاقة ملعونة بتوقف تطور ماكي، وماي قررت تضحي بنفسها عشان ماكي تخلص المهزلة اللي بتحصل دي. ولكن قبل ما تموت وصتها وصية واحدة بس، وهي إنها تدمر كل شيء. ماكي صحيت وكانت بتصرخ باسم ماي وليت أختها ماتت، ولكن ماي قبل ما تموت عملت سيف لأختها بآخر ما تبقى لها من الطاقة الملعونة. وأوجي وهو ماشي حس إن طاقة اللعنات اختفت تماما، وبيبص وراه لقى ماكي قدامه بس بهالة قوية جدا رعبته وفكرته بخوف قديم كان بيحاول يتخلص منه لسنين طويلة، وهو توجي زينين، الشخص اللي هز كيان هذه العيلة القذرة. والآن ماكي أصبحت بنفس قوة توجي، وبعد كده بيهجم عليها وحالف ليحرقها. حلفان باطل. وفعل تقنية الشجاعة الموقدة، ولكن ماكي وبضربة واحدة من سيفها شالت له الربع اللي فوق، ما تناقشتش ولا جدلت، دي بتخلص على طول. وأوجي وقع جثة هامدة وتدق الطبول وكأنها بتنذر بنهاية هذه العشيرة وأن الموت في طريقه إليهم. وناويا وجينيتشي بيخرجوا من اجتماعهم ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، ورانتا زينين بيبلغهم الخبر وبيقول لهم ماكي فقدت صوابها تماما وقتلت أوجي زينين، وعطى أمر لفرقة كوكورو إنهم يتعاملوا مع الموضوع ده. والفرقة دي بقى الأقل في العيلة لأنهم ما عندهمش طاقة ملعونة، فبيبقوا ملزمين بالتدريب على الفنون القتالية. قائدهم يدعى نوبوراكي زينين، فبيقول لهم أكيد اختلتوا يعني عشان تهزموا، وبيأمر رجالته إنهم يقبضوا عليها عشان هو عايز يخلص عليها بنفسه. وبنروح لماكي وهي في إحدى غرف المنزل وحواليها كتيبة من رجالة نوبوراكي وماسكة سيف عظم التنين، وفي الإيد التانية سيف ماي، وكل اللي في دماغها إنها تنفذ وصية أختها. وهجم عليها أول 4 فعملتهم لانشون من أول ضربة، ونزلت تقطيع فيهم واحد وواحد يمين وشمال لحد ما خلصت على الفرقة كلها. فرقة كوكوراكي اللي كانوا مفكرين نفسهم مش بيتهزموا بقوا شوية خرفان في سلخانة. وبيدخل القائد نوبوراكي وبيلاقي كل رجالته عبارة عن جثث مشوهة، ولكن ماكي بتحس بوجود طاقة ملعونة كبيرة في المكان. وبتظهر فرقة هاي، ودي الفرقة اللي بيتجمع فيها نخبة العشيرة، بتتكون من الدرجة الأولى أو الأعلى. وتشوجورو قام بصنع أزرع عملاقة من الحجارة بتقنيته عشان يبطط ماكي. العب غيرها يا شاطر. ونوبوراكي هجم على ماكي ولكنها اقتلعت زمرة رقبته بيد واحدة وخلصت عليهم واحد واحد. ورانتا استخدم تقنية الشلل بتاعته وصرخ في جينيتشي وبيقول له ماكي بقت شبه توجي بالظبط وانه لازم يخلص عليها دلوقتي. جينيتشي ماشي على اقل من مهله، وماكي كسرت التقنية دي وقدرت تتحرك، وده خلى رانتا ينزف من كل حتة من جسمه. وجينيتشي بيفعل تقنيته وبيصنع قبضة عملاقة من الطاقة الملعونة وبيدمر بها كل شيء. ورانتا وهو بيودع كان مفكر انهم نجحوا، ولكن في تلك اللحظة بتظهر ماكي وفي ايديها راس جينيتشي، وبكل برود رمت الراس في البركة اللي جنبها. وبيظهر قدامها ناويا الأصفر وهو يبقى رئيس فرقة الهاي، وبيقول لها يا للقسوة ألا تملكين قلبا؟ فبترد عليه وبتقول له لا أنا تخلصت منه. وبنرجع فلاش باك لطفولة ناويا، والكل كان بيدلعه واخد ألم في نفسه، وكان مفكر انه هيبقى رئيس للعاشرة في المستقبل. وفي يوم شاف توجي اللي كان وقتها الشخص الوحيد اللي ما عندهوش طاقة ملعونة، ولكن ناويا هو الوحيد اللي فاهم قوة توجي وقرر انه هيمشي على خطاه. وبنرجع للمعركة وناويا عمال بيوجه وابل من اللكمات، وماكي بتحاول تحفظ وتفهم تحركاته، وكل اللي على لسانه جملة واحدة بس: انتي مش توجي ومحدش فاهم توجي غيري باستثناء جوجو ساتورو. وناويا عارف ان طاقته هتخلص بسبب قانون الفيزياء لان هناك حد لمقدار التسارع، وهو قرر رفع سرعته عشان يخلص على ماكي. وهي كل اللي بتعمله انها بتعد حركاته، وفجأة بتقف مكانها وبتمد دراعها وبتقول له تعالى اديك حضن. وناويا بيجري باقصى سرعته باتجاهها ولمسها لمسة واحدة بس عشان يجبرها تلتزم بقاعدة ال 24 اطار، ولو فشلت هتتجمد لمدة ثانية. وناويا بيضحك ومبسوط انها اتجمدت مكانها واستعد عشان يوجه لها الضربة القاضية. ولكن المفاجأة ماكي لم تتأثر بالتقنية بسبب قوتها الجسدية الاستثنائية، وبتقول له 24 حركة في الثانية مش كده برضو؟ انا بقيت اشوف الحركات دي بفضل قوتي الجديدة. وقامت رازعة لكمة لزقته في الارض، ونتيجة سرعة ناويا الجنونية ولكمة ماكي الجبارة انسحق عظم وش ناويا وخلصته منه. وماكي بترجع للبيت وبتدور على امها وبتلاقيها مستخبية في احدى الغرف مرعوبة وبتقول لها بعيدي عني، ولكن ماكي بتخلص عليها. وفي نفس الوقت ناويا كان لسه فيه نفس وبيزحف على بطنه، ولكن والدة ماكي كان لسه فيها نفس برضه ونزلت على ناويا طعن بالسكينة وكأنها بتنتقم من ظلم هذه العيلة القذرة لها ولبناتها. وقالت جملة أخيرة: أنا فخورة إني أنجبتكم. وماكي بتخرج من البيت وشايلة على كتفها جثة أختها ماي، وبتقابلها مونيشيما وكانت حزينة جدا لفقدان ماي. وماكي بتديها الجثة وبتسيبها وبتمشي. وبينزل تقرير رسمي بعدد ضحايا ماكي في اليوم ده بس: 6 أعضاء من فرقة الهاي، 21 عضو من فرقة كوكورو تم القضاء عليهم في المقر، وال9 أعضاء من الهاي وال42 عضو من كوكورو اللي ما كانوش موجودين وقتها في المقر وجدوا مقتولين في أماكن متفرقة وأوقات مختلفة، ولكن طريقة القتل واحدة. وبكده ماكي نفذت وصية أختها وأبادت عشيرة زينين. ونتيجة ذلك عشيرة جوجو وعشيرة كامو قدموا اقتراح رسمي لإزالة عشيرة زينين من العائلات الثلاثة الكبرى، ولكن المقر الرئيسي قرر إنه يحط الاقتراح ده في الدرج مؤقتا. إلى هنا ينتهي ملخصنا لهذا اليوم. استنى الحلقات اللي جاية علشان اللي جاي أخطر بكتير. انتظروا باقي حلقات جوجيتسو كايسن قريبا. والآن يا صديقي إلى اللقاء حاليا.